لامبورجيني عمرها ما عملت هوريكان بفتيس مانيوال. في الفيديو اللي معانا النهارده هنشوف هوريكان محروقه وبتتبني من الصفر عشان تبقى اول نسخه في العالم مانيوال بقوه 1000 حصان. المشروع ده من قناه بي فور بيلد وصاحبها ماكس واحنا قناه دوناتس. وقبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي وتعمل سبسكرايب للقناه. ماكس من حوالي 6 أو 7 شهور جات له فكره غريبه جدا، الفكره من النوع اللي يخليه يطلع كل الابداع اللي عنده. كان عايز يشوف لحد فين ممكن يوصل بقدراته. راح مكان اسمه اكزوتيك اوتو ريسايكلينج. المكان ده مليان عربيات رياضيه متبهدله وممكن تستخدم كقطع غيار. اشترى عربيه لامبورجيني هوريكان ال بي 610 كوبيه، ودي النسخه الدفع الكلي للعجلات. وقبل كده العربيه دي كان راكب عليها توين تيربو كيت، واللي سبب الحريق للسياره دي كان عطل في منظم البنزين. دلوقتي اللي باقي منها عباره عن شاسيه فاضي وشويه اجزاء داخليه. حتى الفريم الامامي اتشال من السياره واتباع كقطعه غيار، لكن هو قرر يعوضه بتوب فريم هيبنيه هو كمان من الصفر. الجزء الخلفي للسياره كان محروق بالكامل، لكنه اشترى رير سب فريم جديد كامل وهيلحمه مع الجزء السليم من الشاسيه. وعشان يعدل الموتور الفي 10 الهوريكان كان هيكلفه فوق ال 10000 دولار، ودي كده تكلفه كبيره جدا. عشان كده اخد قرار جريء وده الهدف من المشروع، وهيركب موتور ال اس في 8 على الهوريكان. ايوه بالظبط زي ما بتفكر، هيكون مشروع صعب. والخطه كانت انه هيزود الموتور بتوين تيربو وعلبه كنترول مستقيم من هيلتك. وكل ده مش كفايه، قرر انه هيستخدم ناقل حركه يدوي، وده الجير بوكس اللي كان بينزل في الجلاردو. الجير بوكس ده معاه كل المكونات لحد عصايه الفتيس، لكن كان ناقص الجزء اللي هيربط الموتور ال اس بالجير بوكس. فاشترى هاوسنج او كونفرتر مخصوص عشان يعمل الوظيفه دي، وكل ده عشان يعمل اول هوريكان مانيوال في العالم وكمان بقوه 1000 حصان. اخد العربيه على ونش للورشه وبدا يشوف ازاي يخلي السياره دي قابله للحركه عشان يقدر ينزلها وينقلها للورشه. في الجزء الامامي بدا يرجع العفشه الاماميه بشكل مؤقت، وكان في مسامير ناقصه عشان يقدر يركب المقصات. اشترى مسامير مناسبه وركب المقصات والكويل اوفر وربطهم ربط خفيف عشان الكاوتش يتثبت والعربيه تبقى قابله انها تتحرك. وفي الجزء الخلفي كان فيه اجزاء كتيره هتمنع الحركه زي الطنابير واجزاء من نظام التعليق المحروقه. فكهم واشترى عجل صغير متحرك وقدروا يثبتوها مكان قواعد المكنه، وبعدها فعلا السياره بقت بتتحرك بسهوله. وقبل ما يدخلوها الورشه نظفوها بكمبرسور هواء بشكل كويس ورفعوها على الجاكات وبدأوا تفكيك كل القطع اللي ليها قيمة كبيرة. وبدأوا بالأبواب اللي تمن الباب منهم لوحده 8000 دولار، وبعدها بدأوا في تفكيك الربع الخلفي واللي موجود فيه فتحة البنزين. كان حظه حلو إن خرطوم البنزين اللي بيغذي التانك ما اتحرقش، فده يقدر يستغله تاني. كمل في تفكيك الجزء الخلفي. كان هدفه الأساسي في اليوم إنه يشيل التنكين ويطمن على نظام البنزين كويس. فك التنكين ولقى إن جوه كل تانك فيه ترومبتين، بس عشان يوصل لقوة ال1000 حصان على موتور ال اس هيحتاج ترومبات أقوى بكتير. بعد كده بدأ يركز على الجزء الخلفي جوه العربية اللي شغال كفاير وول. شال أي كربون شكله مش هينفع يتعاد استخدامه، والباقي هيعالجه بمادة الريزن، ودي مادة لاصقة وقوية جدا. فهيغطوه بطبقة وبعد التصلب هيتصنفر، وبعدها هيتغطى بطبقة كربون فايبر جديدة عشان يرجع يقوى تاني. ودي كانت الخطة لعلاج الجزء التالف من الكربون فايبر. بدأ في تنظيف الجزء الخلفي للسيارة، فك مواسير الفرامل اللي رايحة للكاليبر الخلفي وكمان خراطيم ترمبات البنزين. بعد التنظيف الكامل العربية بقت جاهزة للقص وتركيب الفريم الخلفي اللي اتأثر بالحريق. قرروا يقطعوا عند الوصلة الأصلية اللي المصنع لحم فيها القطعتين، ودي نقطة كويسة جدا هتساعده يطلع مقاسات مظبوطة للفريم بعد اللحام عشان كل قطعة تركب على الفريم تعمل وظيفتها في التشغيل بشكل سليم. خد قطعة من الفريم القديم وبدأ يعمل اختبار لحام تجريبي عشان يحدد نوع معدن الألمنيوم. وبعدين بدأوا فعليا في تحديد خطوط القص وتنظيف أي بقايا دهان، ولازم يكون الألمنيوم نضيف 100% قبل اللحام. بعد شوية قص وتنظيف بأسيتون دخلوا الشاسيه البديل، بدأوا في تركيبه في مكانه وكل حاجة ركبت في مكانها تقريبا. اتأكدوا بالمسطرة والقياسات إن المسافات متساوية 100%، وبعد شوية تعديل بسيط بقى جاهز للحام. لحموا الفريم في الأماكن اللي قرروا هيتعمل فيها اللحام، والنتيجة طلعت ممتازة. وفي يوم واحد قدروا يركبوا الفريم الخلفي الجديد، وده يعتبر إنجاز ضخم في المشروع. كل القياسات مظبوطة واللحام نظيف والجزء ركب في مكانه صح. الخطة اللي بعدها كانت إنه يشتري موتور للعربية، وزي ما قلنا الاختيار المناسب بالنسبة له كان موتور ال اس من شوفرليه وكوده كان ال كيو 4، وده موتور مخصص للشاحنات. خيار غريب لكن واضح إنه أرخص وأحسن خيار، لأن البلوكة الحديد هتستحمل توصل ل1000 حصان، وكمان الكومبريشن ريشيو للموتور ده قليلة، فهيقدر يستوعب البوست الكبير اللي هيتولد من التربو. وقرر يخوض تجربة جديدة وهي إنه يشتري الموتور من ساحة الخردة، وبالفعل اشتراه وفككه بالكامل. شال الاير انتيك وخراطيم البنزين ومسطرة الرشاشات وكمان مانيفولد العادم وكل ادوات التغذيه من على الشورت بلوك، وبدا يكشف على اجزاء المحرك الداخليه زي البيرنج او اللي اسمها في مصر السبايك، والجدران الداخليه للسلندر واللي اسمها شمايز، وكله طلع بحاله ممتازه. قرر انه هيبعت الموتور لشركه تعديل متخصصه اسمها تكساس سبيد عشان يساعدوه يوصل ل1000 حصان، وكمان اشترى شورت بلوك تانية رخيصه هيستخدمها في الوقت اللي بيعدل فيه الموتور التاني، وهيثبت عليها جير بوكس الجلاردو اللي اشتراه جديد للمشروع ده.
وهياخد عليهم المقاسات اللي محتاجها عشان يقدر يعمل قواعد لتثبيت الموتور الشيفروليه جوه اللامبورجيني الهوريكان. الغريب انه ما خدش مقاسات حوض الهوريكان قبل ما يبدا المشروع، فما عندوش فكره الحوض هياخد الموتور بالفتيس الجلاردو ولا هيضطر يقطع في الفاير وول عشان يوسع المساحه. طبعا امله الوحيد دلوقتي انه ما يكونش مضطر يقطع الفاير وول عشان يرجع الموتور لورا، لانه حتى لو رجعه شويه هيدخل في مشكله اكبر، وهي تانك البنزين اللي وراه على طول، واللي كان خايف منه حصل. من بعد الجير بوكس بتاع الجلاردو المسافه اطول بكتير، والسبب ان فتيس الجلاردو نفسه اطول بكتير من الهوريكان، وده خلاه يقطع الجزء الخلفي من الفريم. وبعدها بدأ يجهز قواعد الموتور والجير بوكس، استخدم جزء من المساعدين اللي قدام عنده عشان يقدر يعملهم، وبيكون جزء مطاط عشان يمتص الاهتزازات اللي هتخرج من المحرك والجير بوكس. وبعدها بدأ يثبت كل قاعدة من الاربع قواعد في مكانها، كل قاعدة كان ليها شغل مختلف عن التانية لان المقاسات مختلفة كتير عن المقاسات الاصلية. خلصهم ولحمهم لحام نظيف جدا، واخيرا الموتور اتثبت في مكانه. بعد ما ثبتوا الموتور والفتيس في مكانهم تثبيت مبدئي، كان واضح ان دي مجرد بدايه، والقعده اللي عملوها كانت نص الشغل، والمهمه دلوقتي كان انهم يبنوا النص التاني ويعملوا تقويات تخلي الشاسيه مستعد يستقبل قوه ال100 حصان اللي بيجهزوا ليها الوحش ده. وقبل ما يبداوا في الشغل كانت وصلت شحنات ضخمه من قطع الغيار، واول حاجه ظهرت كانت عفشه خلفيه كامله جابوها من هوريكان متدمره، وبعدها طقم مساعدين. وقرر يستغنى عن مساعدين لامبورجيني الاصليين اللي فيهم خاصيه الادابتيف سسبنشن عشان يوفر مبلغ كبير. الادابتيف سسبنشن بيخلي نظام التعليق يتغير تلقائي حسب الطريق او اسلوب السواقه، يعني لو السواق ماشي على طريق مكسر بيخلي العفشه طريه اكتر، وده عشان تمتص الصدمات وتدي راحه في السواقه. والعكس برضو لو السواق ماشي بسرعه هيخلي العفشه انشف عشان العربيه تفضل ثابته وماسكه في الارض. ونظام التعليق ده بيشتغل عن طريق حساسات بتقيس كل حاجه في العربيه زي سرعه العربيه وحركه العجل وكمان زاويه الدركسيون. ولانه كان محتاج مساعدين اقوى يقدر يعدل ارتفاعهم عشان يظبط السياره مع وزن الموتور الجديد الاتقل بكتير، فالطقم الجديد ده فيه ميزه الاير سسبنشن، وده كان حل ممتاز. بعدها فتح كراتين شركة ويل وود واللي كان فيها عدة تحويل للعربية المانيوال. أهم قطعة كان دواسة الدبرياج بالماستر سلندر بتاعها. التحدي هنا كان إن المكان جوه العربية ضيق جدا، وهتبقى قصة عشان يلاقوا مكان لخزان زيت الدبرياج. وكان في كارتيرة زيت جديدة من شركة موروسو، هو اختارها بالذات لأنها مسطحة أكتر من الأصلية، وده هيديهم مساحة تحت الموتور وهيحتاجوها عشان يبنوا الدعامة الوسطى للشاسيه. ومن ضمن الحلول الهندسية الذكية كان في طقم تحويل ترمبة المية العادية لترمبة كهرباء. وتحويل ترمبة المية الكهرباء ده تعديل هيفرق معاهم جدا، لان ده هيديهم تبريد افضل لانها مش مرتبطه بسرعه الموتور. الطقم ده ببساطه بيخليهم يشيلوا الترمبه القديمه ويركبوا الترمبه الكهرباء الصغيره في اي مكان قدام ويوصلوا بينهم بمواسير. وبعدين جه وقت فتح الكراتين الكبيره. اول كرتونه كان فيها كل حاجه ممكن يحتاجوها، منظم ضغط بنزين وترمبات وفلاتر وكميه مرعبه من الوصلات والخراطيم الكفيله ببناء دوره بنزين كامله من الصفر. وهم قرروا يبنوا هيدرز مخصوصه تطلع العادم لفوق عشان يركبوا التربوهات فوق الموتور وتبقى ظاهره من ظهر العربيه، وده هيدي شكل اسطوري للسياره. اخر قطعه كانت من شركه تكساس سبيد، وهو انتيك مانيفولد جديد مصنوع بالكامل من الالومنيوم. شكله كان عباره عن تحفه فنيه وهندسيه. وبعد ما كل اللي محتاجينه وصل بدا يوصلوا كل الاسلاك عشان تبقى اول خطوه في احياء الشبح الالكتروني مع خرائط كهرباء بتاعت اودي ار 8، ودي تعتبر توأم الهوريكان. وكان عندهم عربيه هوريكان سليمه جنبهم كمرجع. اول حاجه بدا بيها كانت توصيل البطاريه، وعمل وحده توزيع كهرباء مؤقته عشان يوصل موجب البطاريه للاجزاء الحيويه زي ترمبه زيت الفرامل والباور ستيرنج الالكتروني ووحده الاي بي اس في نفس الوقت. وزميله كايل كان جوه العربيه بيعزل كل اطراف السلوك المقطوعه، وده عشان يتجنبوا اي قفله لما الكهرباء تتوصل لاول مره. ركبوا كذا كمبيوتر اساسي وبداوا يوصلوا الاكسسوارات زي شاشه العدادات وزرار التشغيل. وبعد ما وصل الكهرباء وداس على زرار التشغيل مفيش اي حاجه اشتغلت، وكل اللي سمعه كان صوت تكات. رجع يراجع على كل حاجه، وبعد كده فك فيشه العدادات وركبها تاني، ومره واحده العدادات نورت وظهر عليها تحذير، وده كان بسبب ان في اجزاء مهمه في دايره الكهرباء الناقصه زي جهاز الاستيريو اللي بيركب ورا واللي بيكون جزء من دايره الفايبر اوبتكس اللي بتربط كل حاجه ببعض. وهو بيخلص كهرباء العربيه اوسكار صاحبه بدا يبني الدعامه العرضيه واللي بتركب تحت الموتور وبتربط بين الجنبين اليمين والشمال للشاسيه. وهم بيركبوا قابلتهم مشكله، الدعامه كانت قريبه جدا من كارتيره الزيت الاصليه. وهنا بقى ظهرت فايده كارتيره موروسو الجديده المسطحه. اوسكار غير الكارتيره والموتور راكب في مكانه، وبكده وفروا المساحه الكافيه اللي محتاجينها. بعدها اوسكار كمل بناء الدعامه ولحمها في مكانها، وبعد كده بداوا في بناء النص الثاني من قاعده الموتور ورفعوا الموتور بالرافعه عشان ياخدوا الحمل من عليه. وبعد ما اوسكار ثبت القاعده الجديده ببنط لحام فكها عشان يلحمها لحام كامل بره العربيه. وفي الاخر ربطوا القاعدتين ببعض بشرايح حديد عشان يبقوا قطعه واحده ومتينه جدا. وفي الاخر القواعد ركبت تمام والدعامه العرضيه راكبه في مكانها مظبوط وفي مسافه كافيه بينها وبين كارتيره الزيت. بعد كده بدا الشغل بتركيب وحده التحكم الالكترونيه او الاي سي يو. بعد ما فحص كل المكونات عمل خطه لتوزيع الاسلاك وتحديد مكان تثبيت الكنترول، وبشكل سهل وصول المنفذ اليو اس بي الخاص بالبرمجه. بعد كده
اول خطوه عملها كانت تحديد مصدر كهرباء ويكون ب 12 فولت بيشتغل مع الكونتاكت عشان يدي الاشاره الاوليه للكنترول بالتشغيل. فحص سلوك السياره لحد ما لقى سلك معين بيدي قرايه 12 فولت، وبعدها فرش الضفيره بشكل مبدئي داخل السياره، ووصل اسلاك الكهرباء العموميه والارضي الخاص بالكنترول، وبعدها عدى الاسلاك من صدر السياره ووصلها بالبطاريه بشكل مؤقت. والخطوه اللي بعد كده كانت انه يسطب برنامج هيلتك على اللابتوب، وصل الفلاشه باللاب وسطبه. الخطوه الجايه كانت انه يحمل خريطه تشغيل اساسيه مناسبه للموتور. حمل الخريطه دي على الكنترول، وبكده بقى عنده الاعدادات المبدئيه اللازمه لتشغيل الموتور. وعشان يضمن ان توصيل الكهرباء يفضل مستقر وقوي، مد سلك كهرباء رئيسي من البطاريه في مقدمه السياره لحد منطقه الموتور اللي في الخلف. سلك الاشاره بتاع المارش وصله في ضفيره الكنترول، وبكده بقى المارش جاهز يستقبل اشاره الدوران من الكنترول. ودلوقتي ظهرت قدامه مشكله في نظام الحمايه الاصلي بتاع اللامبورجيني. العربيه كان بترفض تفتح كونتاكت بشكل كامل لانها مش لاقيه المكونات الاصليه بتاعتها، وعشان يعرف يحل المشكله دي لازم يجرب وحده تحكم في جسم العربيه وقارئ شفره المفتاح والمفتاح نفسه. وبعد تجارب كتير عرف ان لازم المفتاح يكون متبرمج على وحده BCM2 عشان الدايره تكتمل، والنظام محتاج يحس بوجود ECU اصلي عشان يسمح بفتح الكونتاكت. وبعد كده وصل دواسه البنزين الاصليه بتاعه اللامبورجيني، وحدد وظيفه الست اسلاك في فيشه الدواسه ووصلها مباشر في ضفيره هالتك. بعد التوصيل عمل معايره للدواسه. العمليه دي بتضمن ان الكنترول فاهم بالظبط مدى حركه الدواسه من 0% ل 100%. وبعد المعايره ظهرت قرايه سليمه ومتغيره لوضع الدواسه. الخطوه اللي بعد كده كانت تعديل الضفيره، وبسبب تركيب الموتور والمانيفولد بشكل معكوس عن الوضع الطبيعي، ضفيره هالتك كانت محتاجه تعديلات عشان توصل لكل الحساسات بشكل سليم ومنظم. فك تغليف الضفيره وطول اسلاك الحساسات وطيبها تاني عشان يضمن العزل. بعد كل شغل الكهرباء ده كان محتاج يتاكد انه ماشي تمام، وهيتاكد من ده بتدوير الموتور بالمارش. وصل زر تشغيل مؤقت واتك على الزرار وفعلا المارش اشتغل. وكده اتاكد من ان كل التوصيلات الاساسيه للكنترول والمارش سليمه وكل حاجه ماشيه تمام. وندخل في دوره البنزين. هو دلوقتي هيبني دوره بنزين جديده، فجاب رشاشات وترمبات وفلاتر ومواسير كمان جديده، وبدا بتجهيز ترمبات البنزين، ودي كان حجمها اكبر بكتير من الترمبات الاصليه. وده خلاه يعمل تعديل كبير في قاعده الترمبه. قطع الجزء السفلي من القاعده وعمل قواعد تثبيت جديده من الالومنيوم، وده عشان يضمن تثبيت الترمبات الجديده. وبعد ما ظبط القواعد جمع وحده الترمبات بالكامل ووصل خراطيم البنزين، وبعدها ثبت الترمبه جوه تانك البنزين. ونظام التغذيه في العربيه دي بيعتمد على تانكين بنزين، يعني في تانك رئيسي والتانك تاني زي المساعد. وفي النسخه الاصليه كانوا عاملين حاجه كده اسمها فينتوري او شفاط البنزين، ودي ببساطه بتخلي البنزين يتسحب من التانك الصغير ويروح للتانك الرئيسي اللي فيه ترمبات، وبدل ما يضيفوا ترمبه زياده هيستغلوا سرعه البنزين وهو راجع في خط الراجع. وبعد كده حدد مكان مناسب لتثبيت فلاتر البنزين، واختار مكان امن جنب قاعده الموتور، وعمل قواعد مخصوصه لتثبيت الفلاتر بزاويه. وبعدها وصل مواسير الاستانلس من التنكات للفلاتر، ومن الفلاتر لمساطر الرشاشات، وبعدين لمنظم ضغط البنزين، ومن المنظم بيرجع في خط الراجع للتانك مره تانية. وبكده تكون الدوره الميكانيكيه اكتملت. ثبت في المنظم خرطوم من المانيفولد عشان يرفع ضغط البنزين مع زياده ضغط التربو، وبعدها ركب رشاشات البنزين الجديده. واما وصل كل حاجه جه وقت اختبار الضغط، وصل كهرباء الترمبات، وكده كل حاجه جاهزه. وفي اول اختبار حصل تسريب من كل الرشاشات، وبعد الفحص اكتشفوا ان طريقه تركيب الرشاشات كانت غلط، وزاويه التركيب منعت الجوانات من انها تكون في مكانها الصح. ففك كل الرشاشات وركبها مره تانية بالزاويه الصح، وبكده تكون مشكله التسريب اتحلت. وعشان يتاكد من ان ما يكونش فيه تسريب تاني رفع الضغط بشكل مؤقت لBSI 75، وفعلا ما حصلش اي تسريب. والترمبات الجديده كافيه انها تغطي موتور بقوه تتعدى 1000 حصان. وبكده تكون دوره البنزين خلصت. عايزك بقى تركز معايا عشان دي مرحله تدوير الموتور. وعشان الموتور يدور كان لازم يعمل تعديلات كتير، واهمها تركيب طقم الدبرياج. وعشان يعمل الخطوه دي لازم يفك الفتيس بالكامل عن الموتور، وكمان لازم يركب جوانات مانيفولد الشكمان ومانيفولد السحب، وكمان يركب البوابه. اول حاجه بدأ بيها وهي فك خراطيم البنزين، وبعدها فك مانيفولد السحب عشان يشتغل عليه بشكل منفصل، وفي الاخر رفع الموتور والفتيس بالكامل بره العربيه. وبعد ما الفتيس اتفصل عن الموتور بدأ الشغل على طقم الدبرياج. والطقم بيتكون من الفلاي ويل ودي اللي بتركب في ظهر الموتور، والمارش كمان بيتعشق فيها، وديسك واسطوانه الدبرياج اللي بيركبه في النص. فك الطقم عشان الفلاي ويل يتربط في الموتور، وبعدها جمع الطقم تاني، وبكده يعتبر بقى الموتور جاهز. ورجع الموتور والفتيس تاني في جسم العربيه. غطى التكيهات الجديد مفيهوش اماكن لتثبيت المباين الاصليه، عشان كده قرر ان مكانهم يتنقل لتحت عند قواعد الموتور. وتعديل زي ده يحتاج تعديل في توصيلات سلوك البوجيهات. اوسكار عكس كل توصيلات السلوك وعمل قاعده تثبيت جديده للمباين. وبعد ما ثبت المباين بدا اوسكار في فرش ضفيره الكهرباء تحت مانيفولد السحب وتوصيل كل الفيش بالحساسات والرشاشات. وفي نفس الوقت ده ماكس شغال على تجميع اجزاء العفشه الجديده اللي وصلت زي المقصات العلويه والسفليه وبارات الدركسيون عشان السياره تقدر تقف على عجلها. وقبل التدوير كان لازم خطوتين مهمين على برنامج الكنترول. اول حاجه برمجه البوابه،
وتاني خطوة برمجة الرشاشات، دخل مقاسات الرشاشات والديت تايمز بتاعتها، وده عشان الكنترول يقدر يحسب كمية البنزين اللي بيرشها. وهم شغالين على البرمجة كان تجميع العفشة الخلفية خلص في ناحية، لكن في الناحية التانية ظهرت مشكلة، وهي ان واحد من المقصات الجديدة كان جاي معوج، فعدل المقص المعوج بالدق عليه وتركيبه بشكل مؤقت. وبعد التركيب الكويل اوفرز والعفشة بالكامل، السيارة نزلت على الارض لاول مرة، وكان شكلها واطي جدا وده ممتاز لمركز الثقل واداء السيارة بشكل عام. وبعد كده زود زيت في الموتور، ومع اول محاولة تدوير صوت المارش كان ضعيف جدا والبطارية فصلت، فجاب بطارية من عربية تانية، لكن برضو المارش كان لسه تقيل ومش بيلف الموتور بالسرعة الكافية. وللأمان فصل فيش الرشاشات عشان الموتور ما يشرقش، وفك البوجيهات كلها عشان تخفف الحمل على المارش، والبطارية كانت اتشحنت. وبعد كده دور الموتور عشان يتأكدوا ان كل حاجة بتلف براحتها. المرة دي الموتور دار، لكن الار بي ام بتاعه عالي جدا، ووصل ل 3700 لفه في الدقيقه بشكل مفاجئ. والسبب في علو الار بي ام ان البورتات بتاعه الهدات واخده شكل القوس، لكن المانيفولد اللي راكب بورتاته مستطيله. هو دلوقتي هيخلي الهوريكان يطلع 1500 حصان، فعشان يعمل كده هيحتاج يشتغل كتير في الموتور اللي معاه، ومش متاكد اذا كان كل الشغل اللي هيعمله هيظبط في الاخر ولا لا. فسهل على نفسه وطلب موتور من تكساس سبيد يقدر يطلع ال 1500 حصان، فبدا على طول في الشغل. اول حاجه رفع الموتور من العربيه وشال كارتيرة الزيت عشان ينقلها للمكنة الجديدة، وبعد كده حل الفتيس من المكنة القديمة ونقله للمكنة الجديدة. وهم بينزلوا الموتور بالفتيس في الشاسيه قابلتهم مشكلة في المساحة، تنبورة الكرنك في المكنة الجديدة كانت بارزة أكتر من القديمة، وده خلاها تخبط في شاسيه كربون فايبر. والحل كان إنه يقص حوالي 5 سم من الشاسيه عشان يوفر المساحة اللازمة، وفعلا شاله والموتور بالفتيس ركب في مكانه بشكل سليم. وبعد ما ركب الموتور وصل الضفيرة بشكل مؤقت وأمن كل الأسلاك. ونروح للعفشة الخلفية، بارات الميزان الجديدة كانت أطول من اللازم، وعشان يحل المشكلة دي فك الدراع القديم والجديد وقص أجزاء من الاتنين وجمعهم، وبعدها كبس بجلبة سليمة، وده عشان يعمل دراع جديد بالمقاسات الصح ويركبها. ونيجي لمرحلة تركيب مجموعة الدبرياج، وعشان يركب دواسة الدبرياج كان لازم يلاقي مساحة في الكابينة. فك فرش الأرضية وسنادة الرجل، واكتشف إن سنادة الرجل دي مجرد قاعدة متثبتة بمسامير، يعني مش جزء من شاسيه العربية. ولما شالها وفرت المساحة اللي محتاجها. خد المقاسات عشان يتأكد إن في مساحة كافية للحركة. هو محتاج مساحة حوالي 16 سم، وده عشان يضغط مسطر الدبرياج للآخر، والمساحة الموجودة كانت حوالي 20 سم، فكده الشغل سليم. أكبر تحدي كان إن الدواسة تكون بعيدة عن صدر العربية. عشان يحل المشكلة دي عمل وصلة مخصوص وظيفتها إنها تثبت الدواسة في مكانها الصح وتوزع قوة الضغط على مساحة أكبر. وبعد ما جهز الوصلة حدد مكانها النهائي على صدر العربية وخرم مكانها بقالب كان مجهزه. ركب المجموعة مترحلة شوية عن المركز، وده عشان يدي مساحة حركة أكبر. وعشان المساحة ضيقة ركب مسطر الدبرياج في صدر العربية، وده خلى مستحيل يوصل لغطا الزيت بالطريقة العادية. والحل كان إنه يستخدم ترمبة زيت يدوية عشان يضخ زيت الدبرياج في الدايره من تحت لفوق. وبعد كده مد خرطوم دبرياج من الماستر سلندر وعداه من نفق الفتيس وثبته جنب كابل المارش، ولحد ما وصله لمدخل سلندر الدبرياج تحت الفتيس قرر انه ياجل خطوه انه يملى دايره الدبرياج بالزيت. ونيجي للواجهه الاماميه للشاسيه. اول خطوه كانت تسويه الاطراف المقطوعه ويملى اي فراغات كانت موجوده. لما وصلت خامات الالومنيوم بنفس المواصفات العربيه الاصليه بدا يركب الدعامات الاماميه الجديده وخد نفس ابعاد زوايا الهوريكان الاصليه، وده لان القوايم الاماميه بتميل لبره بزاويه معينه. وعمل قطع زياده عشان يقفل الفراغات بين مقاسات المعادن المختلفه وعشان يضمن ان الهيكل الجديد يكون مقفول ومقاوم للميه. وثبت القطع الجديده في مكانها ببنط لحام الاول، وده عشان يتاكد ان كل الابعاد والزوايا مظبوطه. وبعد كده لحم كل الوصلات بشكل كامل. اخر خطوه كانت تركيب صاجه الومنيوم بالعرض في الجزء الامامي. الصاجه دي بتربط نهايات القوايم الاماميه ببعضها عشان تزود صلابه وقوه الواجهه، وده جزء من تصميم عربيات لامبورجيني الاصلي. وبكده خلص بناء الهيكل الامامي للعربيه، والخطوه دي اساسيه للمراحل الجايه اللي هتشمل بناء قواعد للرادياتيرات وتصميم دايره تبريد كامله. وبعد كده طلبوا كيت كامل للهوريكان وكان بحوالي 12000 يورو. واما وصل لهم الكيت وفتحوه لقوا فيه الكيت اللي كانوا محتاجينه، بس كان باين عليه انه مستعمل ومتهان جامد من السباقات، ومش كل الاجزاء كانت كربون فايبر زي ما كانوا طالبين، والرفارف اللي ورا وشويه قطع تانية كان بلاستيك. بس اللي كان عاجبهم في الكيت ده وهو الوزن. وزن الكيت كله كان حوالي 45 كيلو بس. الوزن الخفيف ده هيخدمهم جامد، وكمان مع وزن الموتور القليل فده هيخلي الاداء احسن بكتير. ركبوا الاجزاء الاماميه تركيب مبدئي، وعرض العربيه من قدام زاد بشكل ملحوظ. وبعد ما شافوا حاله الاجزاء والخامات بتاعتها عدلوا خطه الشغل بتاعتهم، فصرفوا نظر عن فكرة الشكل النظيف للكربون فايبر وقرروا انهم يودوا الكيت لحد متخصص عشان يعدله وما يبانش انه مستعمل. وش العربية هيستخدموه زي ما هو،
اما الجزء اللي ورا هيحتاجوا يفصلوه مخصوص عشان يعرضوه حوالي 3 بوصه وعشان يمشي مع التصميم الاصلي، وبعد كده هيصلحوا كل الشروخ والكسور اللي في القطعه وبعدين يجلدوها كلها بالفينايل. فدلوقتي هيركزوا على انهم يركبوا ويثبتوا كل اجزاء الكت بشكل نهائي على شاسيه العربيه، وبعد كده يبداوا يظبطوا الرفارف الخلفيه على التصميم الجديد ويكملوا باقي حاجات المشروع زي تركيب التربوهات وباقي شغل الميكانيكا. بدأوا على طول بتركيب العتب الجانبي وعشان ده اللي هيظبطوا عليه باقي اجزاء الكت، وبعد ما ثبتوا العتب اوسكار عمل دعامات مخصوص ولحمها في الشاسيه عشان يثبتوا عليها الكليبسات بتاعه اجزاء البادي الجديده، وبعد ما جربوا يركبوا ويفكوا كذا مره عشان يظبطوا الاماكن لحموا كل الدعامات والكليبسات بشكل نهائي. ونروح لنظام التوين تيربو. الخطه كانت انهم يركبوا توين تيربو ويبقوا طالعين من الكبوت اللي ورا، فبداوا بتركيب الهيدرز، قلبوها لفوق وطولوها بمواسير السلس عشان يركبوا التربوهات، بس قابلتهم مشكله وان طقم الهيدرز ما كانش زي بعضه، فالناحيه اليمين كانت بتخبط في غطا الاتجاهات وده ما كانش هيخلي التربوهات متركبه قصاد بعض، وعشان كده قرروا يعملوا هيدرز مخصوص ليهم. قطعوا كل المواسير من على فلانشات الطقم منهم، والفريق جمع كل ماسوره لوحدها من الاول. يعني ببساطه الموتور فيه 4 سلندرات، كل سلندر ليه ماسوره عادم خاصه بيه، والاربع مواسير دي بيتجمعوا في الاخر في نقطه واحده ودي بتطلع غازات العادم منها. وفعلا قدروا يعملوا اول هيدر بشكل احترافي، واكبر تحدي كان انهم يعملوا الهيدر التاني نسخه طبق الاصل من الاولاني، وعشان يضمنوا ان التربوهات تطلع من الكبوت اللي ورا بنفس الزاويه وفي نفس المكان بالظبط عملوا الهيدر التاني وكده يكونوا حلوا مشكله الهيدرز وثبتوا التربوهات في مكانها النهائي. ونروح بقى للكبالن. عشان يوصلوا القوه من الفتيس للعجل كانوا محتاجين كبالن باطوال مخصوصه، وعشان يحددوا المقاس بالملي عملوا كبالن مؤقته عشان يقيسوا بيها. قطعوا كوبلين هوريكان وده كان اقصر من اللي محتاجينه، وكمان قطعوا كوبلين جلاردو وبعدين وصلوهم في بعض بجلبه معدن. والكبالن المؤقته دي بتخليهم يقدروا يحركوا العربيه جوه الورشه، والاهم من ده كله انها بقت هي الموديل المظبوط اللي هيبعتوه لشركه متخصصه عشان تعمل لهم الكبالن النهائيه اللي تقدر تستحمل قوه العربيه. ونرجع تاني للفتيس. هما دلوقتي هيخلوها اول هوريكان في العالم بفتيس مانوال 6 سرعات. التعديل ده عباره عن انهم بيشيلوا نظام الفتيس الاوتوماتيك اللي فيها ويركبوا فتيس مانوال كامل يمشي مع تصميم العربيه. وعشان يوصلوا عصايه الفتيس بالفتيس كان لازم يجمعوا شويه اجزاء بتمشي مع بعض زي عصايه الفتيس وكليبسات الوايرات وقاعده الفتيس. قعدوا يدوروا على عصايه فتيس مانوال مناسبه لحد ما لقوا عصايه فتيس مستعمله بحوالي $1000، والعصايه دي كان مثاليه جدا لان الفتيس متصمم اصلا العربيات الاودي R8. الهوريكان اصلا عمرها ما اتصممت عشان يركب لها فتيس مانوال، والكونسول الوسطي بيمر فيه مواسير تبريد ومواسير تكييف، وعشان يفضوا مكان لعصايه الفتيس كان لازم يشيلوا كل المواسير دي. وبعد ما اتاكدوا ان حجم عصايه الفتيس مناسب خرموا في نص الكونسول عشان يعلموا مكانها. والقطع اللي بتحدد مجرى الغيارات دي ميزتها انها بتضمن انك ما تغلطش وانت بتدي الغيار، وعشان يخلوا الشكل النهائي ماشي مع تصميم اللامبورجيني كان لازم انهم يخبوا القطع دي تحت ديكور العربيه الاصلي. وعشان يعملوا كده فرغوا الجزء اللي تحت من قاعده عصايه الفتيس الاصليه، وبعدين عملوا تفريز بسيط في الكربون فايبر بتاع العربيه، وعشان يبينوا فيه الحتت البارزه ركبوا البرواز المعدني في مكانه. وبعد كده بداوا يثبتوا عصايه الفتيس، لحموا دعامات في قاعده العصايه، وبعدين خرموا 4 تخرام في الكربون فايبر بتاع العربيه، وده عشان يعدوا مسامير تربط العصايه في الدعامات، وده عشان يضمنوا انها تبقى متينه وثابته في مكانها. وبعد ما ثبتوا عصايه الفتيس وصلوا الغيارات بتاعتها، وبعد التوصيل العربيه بقت بتنقل غيارات المانيوال، بس كان احساس النقلات ناشف شويه، وده هيتظبط بعد ما يظبطوا الغيارات ويحطوا زيت الدبرياج، وكده يكون معاهم اول لامبورجيني هوريكان بفتيس مانيوال. ودلوقتي بدأوا يخططوا انهم يعرضوا الجزء الخلفي من العربيه. اول حاجه عملها انه ثبت الرفرف الخلفي عشان يبدا من عنده، وبعدها استخدم سبيسرات تخانتها 4 بوصه عشان يطلع العجله لبره بالمسافه اللي هو عايزها بالظبط، وعمل ضبط زوايا سريع كده بالخيط عشان يتاكد ان العجله بقت موازيه تماما لجسم العربيه. وبعد ما ظبط مقاساته بنى هيكل معدني كامل من السياخ الحديد عشان يرسم الشكل النهائي للرفرف العريض. عشان يثبت الهيكل ده في جسم العربيه ومسامير التثبيت تكون مخفيه وما تبانش لحم مسمار في ظهر شريحه معدنيه، وبعدين قطع راس المسمار. بالطريقه دي قدر يثبت الشريحه من ورا بصاموله من غير اي شكل المسامير يبان على السطح الخارجي. مسك السياخ حديد قطرها ربع بوصه وبدا يتنيها ويلحمها في بعضها عشان يشكل الخطوط الخارجيه للرفرف. هو صمم الهيكل ده عشان يمشي مع خطوط جسم العربيه الاصلي، وعمل فيه فتحه تهويه جانبيه ومسار انسيابي بيلف حوالين العجله وبيندمج مع اخر العربيه. وبدل ما يقطع شفه الرفرف بالليزر قرر انه يعملها من نفس سياخ الحديد، شكل لفه خارجيه ولفه داخليه ولحمهم في بعض، وده اداله تحكم دقيق جدا في زاويه ميلان الشفه حوالين قوس العجله. وبعد ما الهيكل المعدني خلص جاب قماشه وشدها باحكام فوق الهيكل المعدني كله وثبت اطراف القماشه دي. الطريقه دي نجحت جدا في انها خلقت سطح ناعم ومشدود، والخطوه اللي بعدها كانت انه يشبع القماشه المشدوده دي بالكامل بالريزن. وفعلا بدأ يحط ريزن على حواف القماش، بس وهم بيحطوا وزن الريزن خلى القماش يهرول ويبوظ الشكل اللي كانوا مخططين ليه.
فشالوا القماش قبل ما ينشف، فقرروا انهم هيستخدموا نوع قماش مخصوص اسمه سيسو نايت. الميزه في القماش ده انه بينكمش وبيتشد لما بيتعرض لدرجه حراره عاليه، وبما ان القماش الجديد هياخد وقت على ما يوصل استغلوا الوقت ده وبداوا يعملوا الوايت بادي للناحيه التانيه بنفس الطريقه ونفس المقاسات. وعلى ما خلصوا القماش كان وصل، فبداوا يثبتوه على الهيكل، وبعدها فردوا القماش على الهيكل بالكامل في الجنبين، وكانوا بيستخدموا هيت جن، وده اللي خلاه يتحول لسطح مشدود جدا وصلب. وبعد ما القماش اتشد حط عليه ريزن المره دي، وعشان القماش مشدود وقوي حافظ على شكله المثالي وهو بينشف. والخطوه الجايه كانت مرحله الكربون فايبر. فرد اول طبقه من كربون فايبر بحرص على الرفرف وقصها على الحواف بالظبط، وبعدين شبعها بالريزن. وبعد ما الطبقه الاولى نشفت الرفارف بقت قويه كفايه انها تتفك من جسم العربيه. وبعد ما فكها اول حاجه عملها انه نعم وصنفر الحواف الحاده للكربون فايبر. وعشان يزودوا صلابه الوايت بادي استخدموا شرايط فايبر جلاس متقطعه حوالين كل اماكن التثبيت عشان يزودوا سمكها وقوتها. وبعد كده غطوا السطح الداخلي بالكامل بطبقه من بقايا الكربون فايبر، وده عشان يزودوا الصلابه اكتر واكتر. وكده بقى عندهم رفارف وايت بادي من الكربون فايبر خفيفه وقويه، وكمان جاهزه لمراحل الصنفره والتشطيب النهائيه. ونروح لوش الهوريكان. بداوا يحددوا مكان الاكسدام الامامي وهيركب فين بالظبط وعلى ارتفاع قد ايه، وعلى اساس ده عملوا هيكل كامل من المواسير. الهيكل ده اتعمل عشان حاجتين اساسيتين، اول حاجه يبقى دعامه للاكسدام، ويبقى قاعده للشفه الاماميه عشان يبقى اساس متين يركبوا عليه الايروداينامكس. وبعد ما قطعوا المواسير بالزوايا اللي محتاجينها لحموها ببنط لحام خفيفه. والهيكل ده فيه كمان دعامه رئيسيه بالعرض هيستخدمها بعد كده عشان يثبت عليها الرادياترات وسربنتينات التبريد. وعشان يوصلوا الهيكل الامامي بجسم العربيه عملوا دعامتين مايلين، الدعامتين دول طالعين من الهيكل اللي تحت لحد اماكن التثبيت في شاسيه العربيه عند الفاير وول. الدعامات دي بتوفر اماكن ارتكاز عشان يتثبت عليها الرفارف والفوانيس الاماميه. تركيب الفوانيس الاماميه كان اصعب حته عشان هي تقيله وكبيره. ركبوا الاكسدام الامامي مؤقتا بكليبسات سريعه عشان يحددوا بالملي المكان اللي الفوانيس المفروض تبات فيه، وده عشان يضمنوا ان الخلوصات تبقى مظبوطه. بعد كده عملوا قواعد تثبيت مخصوص من شرايح صاج، شكلوا القواعد دي على شكل مثلثات عشان تبقى ناشفه. ربطوا كل فانوس في الهيكل الجديد من 3 اماكن، قاعدتين اساسيتين بيربطوا الفانوس بالدعامات اللي عملوها، وقاعده ثالثه في الجنب ثبتوها في جسم الفانوس نفسه. وهم بيركبوا كانوا بيفكوا بنط اللحام وبيظبطوا مكان القواعد عشان يظبطوا الخلوصات مع الاكسدام والرفارف. وبعد ما خلصوا عمايل كل القواعد والدعامات جمعوا وش العربيه كله على بعضه وركبوا الاكسدام والفوانيس بشكل نهائي على الهيكل الجديد. وكآخر خطوة وصلوا كهربة الفوانيس واشتغلت تمام، بس نور الانتظار شغال على طول، ودي مشكلة سوفت وير عشان كمبيوتر العربية لسه فاكر انها في وضع ما بعد الحادثة. ونروح بقى لنظام التبريد. هو دلوقتي هيركب 3 رادياترات في مساحة ضيقة جدا، وبعدها يوصل كل المواسير للموتور. الرادياترات دي اصلا بتاعت عربية كامارو. اوسكار بدأ يعدل على الرادياترات، غير اماكن دخول وخروج المية عشان تمشي مع التصميم، وقفل الفتحات القديمه وعمل فتحات جديده وركب فيها وصلات. الوصلات دي بقى بتضمن ان مفيش ولا نقطه ميه تتسرب مهما كان ضغط المنظومه عالي. بعد ما الرادياترات جهزت كان لازم يجهزوا مكانها في الشاسيه. عملوا فتحه كبيره في الصاج الامامي عشان الهواء البارد يدخل على طول للرادياتير، بس اذكى حاجه في التصميم ده وهي طريقه خروج الهواء البارد بيدخل من قدام يعدي على الرادياتير يبرده، وبعدين بيتشفط بقوه لبره عن طريق الفتحات اللي في الكبوت. المرحله اللي بعدها كانت تصنيع القواعد اللي هتشيل الرادياتيرات. كل رادياتير اتعمل له قاعده مخصوص متثبت فيها جلب الكاوتش، وفايده الكاوتش دي انه بيمتص اي اهتزازات وبيحمي الرادياتير انه ما يحتكش في الحديد ويتخرم مع الوقت. وبكده اهم واصعب جزء في منظومه التبريد خلص. لسه باقي تبريد التربو والزيت والموتور والفتيس، وكمان قرب الميه وتوصيل الخراطيم. ونروح لتانك الانتركولر. التصميم كان ذكي جدا، الهدف انه يشتغل بالميه العاديه وبالتلج الجاف في سباقات الدراج ريس. عملوه من الالومنيوم على شكل مثلث راكب تحت الشاسيه بالملي. زودوا على الجوانب زعانف الومنيوم تحمي اجزاء العربيه من طرطشه الكاوتش وتساعد في التبريد بزياده مساحه السطح. بعد ما ركبوا التانك واجهوا مشكله في دوره الميه كانت بتلف في دايره مقفوله قدام بين السخان والرادياتير وما بتوصلش اصلا للموتور. نقلوا الترومبه لنص العربيه عشان تجبر الميه تمشي في مسارها الصحيح من الموتور للترومبه للرادياتيرات وبعد كده للسخان وترجع بارده للموتور. وبعد كده نظموا السلوك على فيشه توزيع كهرباء الهوريكان الاصليه، وعملوا كوبري لالغاء حساس الايرباج. وبالنسبه لنظام الهيدروليك لغوا تانك الهواء وركبوا الترومبه على خراطيم المساعدين، وركبوا زرارين، واحد يشغل الترومبه فالعربيه تترفع والتاني يفتح الصمامات فتنزل. ركبوا لوحه تحكم بسيطه جوه الكابينه للتحكم الكامل في النظام. دلوقتي بدا انه يجهز الموتور عشان يدور، وده كده معناه ان لازم منظومه الشكمان ومواسير التربو تخلص. فالخطه دلوقتي انه يستخدم كوعين، يعني واحد لكل تربو، عشان يمشي المواسير في نص العربيه بالظبط ويتعمل لهم قواعد تثبيت على الشاسيه. فاوسكار ثبت الكوعين ببنط لحام عشان يركبوا عليها التربوهات.
بس لاحظ ان التصميم ده مش لايق على فخامة الهوريكان، مجرد ماسورتين نازلين بشكل مستقيم، فقرروا يغيروا الخطة. المواسير هتنزل لتحت بعيد عن الانتركولر عشان السخونية ما تأثرش على هواء التبريد. جابوا ماسورتين وعلموا عليهم علامات متطابقة وقصوهم بنفس الزوايا بالظبط، وبعد ما جمعوا المواسير وبنطوها ظهرت مشكلة جديدة. زاوية خروج الشكمان كانت موجهة بشكل مباشر في مستوى الناس اللي ممكن تكون واقفة جنب العربية، وعشان يحل المشكلة دي استخدموا ميزان ليزر، سلطوا خط ليزر مستقيم على الماسورتين عشان ياخدوا علام متساوي، وبعد كذا محاولة لكذا زاوية قص وصلوا للشكل النهائي. وبعد ما حددوا مسار الشكمان الجديد لاحظوا ان التربوهات ووش الكمبريسور متركبين معكوسين، فعدلوا وضع وش الكمبريسور وبداوا يصمموا مسار المواسير اللي هتوصل الهواء من التربو للانتركولر، وجابوا كوع وقصوه من النص وعكسوا اتجاه الجزئين ولحموهم في بعض. التصميم ده خلى ماسوره الهواء تمشي بشكل موازي لماسوره الشكمان. دلوقتي بداوا يطلعوا الموتور من العربيه عشان يركبوا دينامو وكمبريسور التكييف، واما طلعوا الموتور وفصلوه عن الفتيس استخدموا طنبوره بتاعت LS4 وركبوها بالمقلوب. الطريقه دي بتقرب كل الاكسسوارات من بلوكه الموتور. وبعد كده بدا يركب مبرد الزيت، وعشان يثبته صح لحم مسمارين في الجزء السفلي من المبرد عشان يدخلوا في جلب كاوتش في الشاسيه، وبعدين عمل شريحتين تثبيت مخصوصين، واحده بتربط المبرد من فوق في الشاسيه والتانيه من الجنب. الخطوه اللي بعدها كانت تغيير الدبرياج اللي راكب كان بتاع اودي R8 وبيستحمل من 600 ل 800 حصان، وده مش كفايه خالص للموتور ده. جابوا طقم دبرياج. الطقم ده عباره عن دبرياج دبل ديسك بتيل معدني وفلاي ويل الومنيوم. الطقم ده معمول انه يستحمل لحد 1500 حصان، فركبوا طقم الدبرياج وكده بقى جاهز معاهم. دلوقتي هيبدا يركب الواجهه الاماميه والرفارف والوايت بادي كيت الكربون فايبر، وكمان شغل في الصالون وتركيب العتب والديفيوزر الخلفي. الفريق بدا بتركيب المانيفولد والتربوهات والشكمان، وفي نفس الوقت كايل كان شغال في صنفره فتحات التهويه الكربون فايبر عشان يجهزها للرش. وبعد ما رش فتحات التهويه وصل فريق التغليف وبدأ شغل على السقف والأبواب باللون الأسود اللامع. أوسكار بدأ في تصنيع هيكل الديفيوزر الخلفي اللي بيتكون من هيكل معدني وشرايح ألمنيوم. لغى شاشة اللامبورجيني الأصلية وبدأ الشغل على شاشة هالتك، وده عشان يملوا الفراغ اللي هيفصل فريم الكربون فايبر حوالين الشاشة وعشان يبقى شكلها ماشي مع التابلو. الشاشة ركبت في مكانها. أوسكار خلص تصنيع الهيكل المعدني للديفيوزر الخلفي اللي شكله طلع حلو جدا، وعدل ارتفاعه عشان ما يبقاش قريب قوي من على الأرض. عدلوا زاوية مواسير الشكمان عشان تبقى مرفوعة لفوق أكتر وتدي شكل هجومي، ولحموا دعامات جديدة لتثبيتها في الإكس بار الخلفي، وركب فتحات التهويه الكربون على الرفارف الوايت بودي. وكانوا بيقفلوا اخر حاجه في الصالون وبيركبوا الكراسي السباركو وبيعملوا اخر توصيلات للكهرباء. واول ما دوروا العربيه ظهر تسريب زيت كبير. المشكله كانت مجرد وصله كانت مربوطه بالايد ومحتاجه تتربط كويس. وبعدها على طول اكتشفوا مشكله تانية اهم، الدينامو مش بيشحن البطاريه، وعشان يوفروا طاقه البطاريه ويقدروا يدخلوا بيها المعرض قرروا يزقوا العربيه على المقطوره. ودلوقتي التركيز كله كان على حل مشكله الدينامو. وبعد شغل ساعه ونص تحت العربيه وهو بيجرب توصيلات كهرباء مختلفة على أطراف الدينامو قدر يوصل للتوصيلة الصح. الدينامو اشتغل والفولت على البطارية وصل ل 13.3 فولت، وده معناه إن مشكلة الشحن اتحلت والعربية جاهزة للتحرك. وبعد ما صلحوا الدينامو بدأت أول سواقة للعربية، بس واجهتهم مشكلة. الفرامل كانت ضعيفة جدا ومحتاجة ضغط قوي لأن السيرفو ما كانش شغال، ويصلحوا المشكلة دي بعد ما يرجعوا للورشة بتاعتهم تاني. وجوه قاعة العرض ثبتوا الرفارف الوايت بادي بمسامير وصواميل بشكل كامل، وركبوا الطارة السباركو الجديدة. وبعد ما وصل الأدابتر الخاص بيها وثبتوها بالكويك ريليز صلحوا فتحة التهوية لأنها كانت اتفكت أثناء النقل. نظفوا العربية بالكامل وشالوا أي طبقات حماية على التجليد، وركبوا علامة لامبورجيني على الكبوت الأمامي. وبعد الشغل ده كله العربية بقت جاهزة تماما ليوم الافتتاح والعرض الرسمي. بعد ما رجعوا من معرض سيما ركزوا على كل المشاكل اللي حصلت سواء في المعرض أو بعده والتجهيزات المطلوبة قبل ما العربية تطلع على الداينو. حصلت مشكلة كبيرة وهي إن سلك الكهرباء الرئيسي ملهوش فيوز، وكان معمول بشكل مؤقت عشان زرار فصل الكهرباء لمس في السلك الأرضي، فالسلك كله ولع من اوله لاخره جوه الصالون. والكراسي كانت عاليه زياده عن اللزوم، والاهم من كده ان الجزء الجانبي كان بيخبط في دراع السواق وهو بينقل الغيارات، وده كان بيخلي عمليه النقل صعبه جدا ومش عمليه. نظام البنزين دي كانت المشكله الاكبر بسبب مشكله في نظام الراجع اللي المفروض ينقل البنزين بين التنكين. البنزين بدل ما يتسحب من التانك الاضافي للتانك الاساسي اللي فيه ترومبات كان بيتسحب بالعكس، وده كان بيخلي العربيه تبطل فجاه ويفصل عنها البنزين. الحل الوحيد للمشكله دي وهو فك الموتور بالكامل للوصول لنظام التنكات. سير الدينامو اتقطع في المعرض لما الRPM عالي، وعشان الشغل يبقى اسهل فكوا كل اجزاء البادي كيت الخلفيه. صلح السلك اللي اتحرق بشكل مؤقت عشان العربيه تقدر تدور تاني ويختبر باقي الانظمه. اول حاجه فكوا الاكسدام والانتركولر والشكمان وكمان التربوهات، وفي نفس الوقت بداوا يشتغلوا على كهرباء العربيه. وهما بيظبطوا
ظبطوا الكهرباء اكتشفوا ان وحدة التحكم بتاعة التكييف السخن مش شغالة، وطلع السبب ان في فيشة مش راكبة في الكونسول الوسطي. اضطروا يفكوا الكونسول كله، وبعد ما لقوا الفيشة ووصلوها والتكييف اشتغل تمام. وبعد كده شالوا الموتور وبدأ التركيز على مشكلتين كبار، والأولى وهي ضبط سير المجموعة. جابوا جهاز ليزر مخصوص عشان يتأكدوا إن كل البقر اللي في السير بيلف على خط واحد، وكده يضمنوا إن مفيش حمل غلط على السير وما يتقطعش تاني. والتانية نظام البنزين. العربية كان بتفصل بنزين رغم ان التانك فيه بنزين، فبدأوا يفكوا النظام كله. العربية فيها تانكين متوصلين ببعض، فكوا الترمبات ونظام الفنتوري، وده المفروض اللي بينقل البنزين من التانك الإضافي للرئيسي. وكمان اختبروه، وبعد شوية تجارب لقوا ان نظام الفنتوري كان شغال بالعكس، بدل ما يسحب البنزين من التانك الإضافي كان بيزق البنزين عليه. وهم بيجهزوا نظام البنزين والسير بدأوا يفكوا الجزء الخلفي من الفتيس، فكوا ترس المارشدير ودي مجموعة عصايات الغيار، وبعدين فصلوا الجزء اللي في النص من جسم الفتيس عشان يوصلوا لمجموعة التروس الرئيسية. شالوا الترس الأصلي وركبوا بداله الترس الجديد. الترس الجديد كان أصغر شوية، فكان لازم الترس اللي قدامه يبقى أكبر عشان يركبوا على بعض صح. بس المشكلة إن الترس الكبير ده بدأ يخبط في جسم الفتيس من جوه، فقرروا إنهم يشيلوا حتة بسيطة من جسم الفتيس الألومنيوم عشان الترس يلف بحرية. وبعد ما خلصوا نضفوا الفتيس كويس جدا ورجعوا ركبوا التروس تاني، وفعلا طلع فيه خلوص كفاية حوالي 1 مللي، وده بيخلي التروس تلف من غير ما تلمس في أي حاجة. وبعد كده بدأوا يجمعوا الفتيس تاني، وبعد ما خلصوا التعديل وركبوا التروس الجديدة ضمن إن الار بي ام هيكون هادي، وده هيخلي العربية تمشي أهدى والبنزين يقل والموتور يعيش أكتر. ركبوا الموتور والفتيس تاني في العربية، وبعدها بدأوا يأمنوا مواسير الهواء الخارجة من التربوهات. عملوا شفة دائرية صغيرة في أطراف المواسير واسمها بيد رول، ودي حركة مهمة جدا عشان تمنع خراطيم الهواء إنها تطير من مكانها لما البوست يعلى. بدأ يخلص الشغل جوه الصالون، وأول تعديل كان في عصاية الفتيس، اترحلت لقدام حوالي 10 سم، وده كان ضروري عشان كراسي السباق الجديدة كانت بتخبط في إيد السواق وقت النقل. وبعد كده عمل كونسول وسط جديد بالكامل من الألومنيوم واتغلفت بالفينايل عشان يتحمل الاستخدام. الكونسول الجديد كمل جمال داخلية العربية وبقى عملي أكتر، وظبطوا كل الشغل الكهرباء في العربية والفوانيس وكل حاجة شغالة تمام. نروح بقى على الأمان. عمل بار أحزمة الأمان مخصوصة من الصلب عشان يركب عليه أحزمة الأمان الرباعية. البار راكب في نفس نقاط تثبيت الأحزمة الأصلية في الشاسيه، وده بيخليه ثابت وآمن جدا. وكمان ركبوا كراسي سباق جديدة وثبتوها على قواعد متحركة عشان السواق يقدر يظبط وضعيته براحته. وبعد كل التعديلات دي بدأ إنه يشغل الموتور ويتابع كل القرايات والبيانات على اللابتوب المتوصل بالاي سي يو، وكل القرايات معاه كانت بتقول إن كل حاجة تمام ومفيش أي مشكلة. وبعدين يختبر الفتيس ويشوف إن النقلات الأمامية والمارشدير شغالين تمام، وفعلا كل حاجة ماشية تمام. بعد ما العربية جهزت من شغل الميكانيكا والكهرباء وكله بقى تمام، راحوا الحلبة اللي كانوا حاجزينها عشان يختبروا 3 عربيات، الهوريكان والبي ام دبليو والموستنج. عملوا بعد كده منافسة اوتو كروس عشان يشوفوا مين الأسرع. الموستنج جابت زمن في 31 ثانية و2 والبي ام دبليو جابت 30.8 ثانية وكانت أسرع من الموستنج. بعد كده دخلوا على الدراج ريس. الموستنج جابت 7.2 ثانية، أما البي ام دبليو جابت في 7 ثواني وكسبت السباق. والهوريكان ما قدرتش تسجل زمن كويس وظهر فيها مشاكل كهرباء تانية وبرضه مشكلة البنزين تاني، ورجع الورشة عشان يخلص كل المشاكل دي وكمان عشان يجهزوها للمهرجان. وهيعملوا تعديل جذري في نظام البنزين والضفيرة. أول خطوة فكوا الموتور عشان يوصلوا لكل حتة في العربية، شالوا كل الأسلاك القديمة سواء الأصلية بتاعت اللامبورجيني أو التعديلات اللي عملوها، وركبوا نظام تاني كامل. النظام ده شامل اي سي يو ووحدة توزيع كهرباء ذكية، ودي اللي بتتحكم في كل حاجة في العربية من الإضاءة والإشارات وكل حاجة بالكهرباء. وكمان عدلوا الداشبورد وركبوا فيها لوحة مفاتيح جديدة عشان يتحكموا في وظائف العربية بطريقة سهلة. ونخش على نظام البنزين. اللامبورجيني الأصلية بيكون فيها تنكين بنزين، وده كان بيسبب مشاكل في نقل البنزين من التانك للتاني، فقرروا يبسطوا النظام ويخلوه تانك واحد بس بسعة 13 جالون. وبعد ما الموتور اتجمع بالضفيرة الجديدة ونظام البنزين بدأوا يعملوا داينو للعربية، والنتيجة كانت قوية جدا، 991 حصان على الداينو، وكان ممكن تعدي ال 1200 حصان كمان لو الار بي ام زاد. وراحت مهرجان ال اس فاست وكانت من احسن العربيات اللي كانت هناك. وبكده نكون شفنا اطول واصعب رحله تصليح في القناه، وبرده كانت رحله ممتعه. ما تنسوش تقولوا لنا في الكومنتات عايزين الفيديو الجاي يكون لعربيه ايه، وايه احسن جزء عجبكم في رحله التعديل الممتعه دي. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. وبس كده، سلام.